تماشاوان کورسان 24 اف دمه هوا باش افجاره برنامه پیک و جیان هاتت ناوا بغداد المیدان تحریر مدوتن برنامه پیک و جیان فوکسا خو پیخینا سر جیانا براين مسيحي البغداد والدوروبرين بغداد كابتشي وازبويا العراق نيدال سال 1921 كعراق هات يدا مزراندنو حتى في قافكي شنهامتي چ دردسري هاتينا سر براين مسيحي الفيرا جيان تمام جياوازا اگر براورد به تکرن ادگل هرما کردستانی جیاواز یک اگجار زور اتهتا دیتنش همی آلیه که بر لو رامد ویتن انفوک ساخو پیخی نسر جینو جیارا براین مسیحی الویرا که اخفتنی توان چنه داخازی توان چنه او چوا بری خدانه بو پیک و جیان الویرت کن و هم بو کردستانی كفندا ولاطي عراقي لاندكا دينو مذهبو نتوين جدابويا لي عراقا نيدا بيك فيجيان اتنافبرا اولو مذهبو نتوين جدادا اتكافيتا جير قفو هرشين اكجار زور هندك اشوان اينو نتويان خو جهن رسنن عراقي دا ميجواوان فدقريت جبو شارستانيتين وادي الرافدينا كفن هندك دنجي كوجبر بوينا بو عراقي بيكاتين العراق جينو جياينا ميجوا عراقي درست كريا لي سروشتي هزرا عربين شوفينيو دينيو مذهبي هرتم بيكولا خو سپان دني دايا السر كسانين ديتر الدسبيكا عراقاني كل صالة 1921 درست بويا وحتى نهوجي كريزين دينيو مذهبي وطائفي ونتوي اتزقو برچاون مسيحي كميناكا كاريگر بويا نهاجي كاريگر العراقي بقشتيو الكردستاني بتايبتي انكو اولي دويت هيتا هجمارتن العراقي وكردستاني مسيحيا عراقي دابش بن السرچن تواو مذهبان اشوان كلدو آشورو ارمنو سريانو كاثوليكو رومو ارثوذكسو بروستانتو حتى دمايه اولي مسيحيتي العراقي دا كفنترين اولا بيشي 4000 سالان هبون هبويا رجن أوليوان اتجهنا أولي زردشتيته الآن ما موجودين اولا عندنا مناطق كثيره في بغداد بها اكثريه اقليه مسيحيه مثل الكراده مثل الدوره كراده من صارت مزرعه كنيسه سيدنا نجات اكثريه هجروا يعني خافوا العالم فاكثريه هاجروا الى الخارج اكثريه هاجروا الى اقليم كردستان يعني واستقروا هناك لحد الان عندنا منطقه الدوره من صارت احداث الدوله الاسلاميه اكثريها ما هاجروا يعني قلت اكثر شيء المسيحيين كانوا هنا قلوا يعني حتى نسبة من كانوا 90% صارت الى 5% او 3% مسيحيين بالدولة. نعم حتى الآن يعني عندكم قلق حول الوضع الأمني في العراق؟ نعم لحد الآن كثير؟ لا مو كثير يعني بالنسبة للأمان يعني ما أقول لك 100% وإنما 60% أو 70%. يعني اكو مشاكل نعم. أنتم حول كردستان كملجأ لإخوان المسيحيين لكل الطوائف أخرى مذاهب أخرى هم موجودين إقليم كردستان يعني من صارت الأحداث هواية من صارت داعش هو اللي حضرنا يعني كان أمان هناك أكثر أمان بالنسبة لأمان هناك أكثر نعم يعني أكثر مسيحيين وأكثر يعني طوائف راحت من أربيل والعنكبوت واستقروا بالشمال أكثر حتى الزاقوا وقسم من عندهم طلعوا من الدول خارج. عندك أصدقاء بإقليم كردستان؟ لحد الآن بينكم اتصالات يعني؟ اي نعم عندي تواصل اجتماعي عندي أصدقاء وعندي مو أقارب يعني أقرب أكثر من الأقارب راحت من أربيل والعنكبوت واستقروا بالشمال أكثر حتى أقرب أكثر من الأقارب. هم كيف يحدثون عن إقليم كردستان؟ لحد الآن مستقرين صاروا مستريحين قاعدين ومرتاحين ما ناقصنا أي شيء يعني حالنا حال مثل شلون قاعد واحد بأوروبا يعني عايش عيشة مثل يعني مو مثل
زرت طبعا زرت كردستان تقريبا مدة سنة أو سنتين. جمال كردستان من قبل كانت منطقة المصايف، منطقة السياحة. كانوا احنا اقاربنا بالخارج دائما يجي من قبل كردستان شمال العراق يفترون مصايف. يعني اكو شيء اخرى يعني يؤثرون عليكم على نظرتكم؟ يعني نظرة يعني جلب النظر، يعني اي شيء تجلب النظر من كردستان؟ كردستان؟ اي والله كردستان يعني قلت لك كامان كجمال وكراحه نفسيه وكمتوفر كل شيء يعني انا اتمنى يعني ازورها دائما وانا كل صيف اروح. شو مطالبكم امام الحكومه العراقيه، الحكومه المركزيه، مطالبكم شو؟ بس امان. بس امان والعيشه يعني انت تشوف يعني اكثر من صمون كان 8 بلد صار 6 بلد يعني وكو برنامج بيكفيجيان مقريانك اتناف جنجو طولازن بغدادا كر داكو بزانين دي داوان تشوايا بو مجارا بيكفيجياني افجنجا بفي آواي بو مبحثا تيجه بيكفيجياني تكت من بني آدم كلنا احنا الله خلقنا ونزلنا. هەڵبەت پێویستە ئێمە وەکو مرۆڤ خۆشکبرای یەکسر بین. هیچ جیاوازیەک لە نێوانماندا نییە، چ لە ئەرک چ لە مافدا. هەموو مرۆڤێک ئازادە لە هەڵبژاردننی ئاین و مەزهەبی خۆی، ئازادە خاوەن شیعایەک بێت. بەڵام هەندێک هزری توندڕەوە هەن دەیانەوێت پەرت و بڵاومان بکەن، چونکە دەزان کاتێ ئێمە پەرت و بڵاو بووین بچووک دەبینەوە، کە بچووک بووین بێهێز دەبین. ئەوان باش دەزانن کاتێک ئێمە یەکگرتوو بین ئەوە بەهێز دەبین، بۆیە هەمیشە کار لەسەرەوە دەکەن وڵاتمان وێران بکەن. ئێمەی هاوڵاتی کردەوەکانیان بە شتێکی هەڵە دەزانین. لە سەردەمی پەیامبەری ئیسلامدا موسڵمان و کریستیان و یەهودی پێکەوە دەژیان و هیچ کێشەیەکیان نەبوو. مسيحيين موجودين يهود وموجودين كلهم متعايشين كلهم بسلمية. برأس خلكي بغداد يعني ولاده من الفيري بغداد بس خلكي دوكي يعني برواري ما في جابشت السقوطات شنو دوكي بشكل وضع فيري مخربطه انا درسته وحكمتها مسانده المسيحي الفيري ناقلك يعني ووصعي يعني تدبيني هذا خير نازحين اخر مال اطوال ميسله وبغداد افعرضه يعني داير من دوله ميسله تدبيني مسيحيه خر العنكاوه الاربيله والدهوكه خر شنو خر رافل شبري يعني قال لك نمايله بس اف جماعه نازحين الفيري بشتي داعش هاتنا ميسل هذه ترى ليش ميسل هاتنا فيري فرق عش عثماني حتى عرض ما بين كردستان وبغداد بو مسيحيه كردستان باشتره اف خاطی نجی زور بپروشی بو مبحثا پیکوژیانا هرما کردستان تکتو درد الدليا خوجي جمرا بيشكشت. حاليا الوضع احنا كمسيحيين عندنا ما مستقر كلش وضعنا احنا كأقلية، يعني اضطروا بعض الأصدقاء والعوائل الظروف اللي صعبة اللي صارت يتهجرون إلى الخارج، والقسم راح احنا بصراحة من نروح لكردستان ونعبر يعني بالعكس يعني يرحبون كما بينا احنا ومعاملتهم كلش حلوة ويانا، ويعني الناس اللي هناك كلهم ايه اكو لحد الآن عندنا أصدقاء وقرايب قاعدين بعنكاوة وبأربيل دائما. كنيسة سيدة النجاة تعرضت لهجوم إرهابي من قبل أنا كنت من ضمن هؤلاء في انفجار كارثة كنيسة سيدة النجاة في 2010. كارثة سيدة النجاة كانت بداية لتهجير المسيحيين لعدم البقاء في العراق وفي هجرة إلى بلدان أخرى. كانت البداية أنه تغيرت أوضاع المسيحيين من حبهم وبقاء بالوطن وثقتهم بالوطن وبالأرض، ربما يحتاج لليوم إعادة هذه الثقة حتى يدركوا أنهم لهم مجال كبير في هذا البلد الجريح. وكانت كارثة سيدة النجاة العامل الأساسي الذي دفع بالمسيحيين إلى الهجرة كما قلت. أنا من الناس في كنيستي مار يوسف كان عندي 1300 عائلة أزورهم في منطقة بغداد في منطقة الكرك. اليوم أنا ما عندي غير 200 عائلة.
هال 200 العائلة الباقية على قدر الإمكان عايشين، ولكن عيشتهم ليس لأنه أولادهم خارج العراق ما موجودين طالعين، فاتصالهم دائما أكيد راح يكون بأولادهم باللحاق بهم، وهكذا قلوا شوية شوية من التسعينات ورايح. من بعد كنيسة سيدة النجاة أيضا. وهم في خارج العراق على مستوى الدولي. أكيد ردود نعم مو بس مسيحيين، ولكن أعيش أنه أقول كمسيحيين أولا لأن الكارثة حصلت في كنيسة سيدة النجاة، كنيسة خاصة بالمسيحيين. أما في العالم فكان استنكار كبير لما حصل في كارثة سيدة النجاة، ولكن كان تضامن الشعب والشعوب معنا والشعوب مع المسيحيين كبيرة في حينها. أما اليوم أخذوا وتمركزوا في بلدان أخرى وأصبحوا من نفس البلاد، لذلك ربما شفينا شوية نقدر نقول من كارثة سيد النجاة. وبعد نعم في ذاك الوقت عدد الضحايا عدد الضحايا حوالي بالضبط 45 ضحية زائدا 2 كاهنين. وأنا صورت كثير من الضحايا وسويت كتاب عن كارثة سيدة النجاة، وهديت الكتاب إلى البابا بنديكتوس السادس عشر. في حينها من قدمت له الكتاب قال لي أنت شاهد للحقيقة. قلت يا قداسة البابا ما هي الحقيقة؟ قال هذه. فأنا قدمت كتاب إلى قداسة البابا بنديكتوس في عام 2012 النجاة، وهديت الكتاب إلى البابا بنديكتوس السادس عشر. في حينها من قدمت له الكتاب قال لي أنت شاهد للحقيقة. قلت يا قداسة البابا ما هي الحقيقة؟ قال هذه. فأنا قدمت كتاب إلى قداسة البابا بنديكتوس في عام 2012. نعم عدم استقرار وضع الأمن في العراق كعام بالذات في بغداد، يعني إذا قارن بين بغداد وأقليم أكيد لكل منطقة بها أمان وسلام، أكو استقرار وأكو أمان وأكو بناء وأكو سلام. أكيد كثير من الناس يؤمنون باستقرار وأمن كردستان، إقليم كردستان، وأكيد كثير من الناس يطلبون أن يكون الأمان والاستقرار في العاصمة بغداد، لأن العاصمة بغداد هي معناتها العراق الجميع، والعراق هو للجميع، للأكراد، للعرب، للمسيحيين، للصابئة، لليهود، للكاكائيين، وكثير من الناس يؤمنون باستقرار وأمن كردستان، إقليم كردستان، وأكيد كثير من الناس يطلبون أن يكون الأمان والاستقرار في العاصمة بغداد، لأن العاصمة بغداد هي معناتها العراق الجميع، والعراق هو للجميع، للأكراد، للعرب، للأيين. بس أستاذ إذا كان الأمن والاستقرار في بغداد ليش المسيحيين هاجروا إلى كل بلدان العالم؟ لا، المسيحيين هاجروا لأسباب كثيرة. السبب الأول عدم وجود الأمان في العراق، هذا من ناحية أمنية. السبب الثاني التحاق إلى بعض الدول الأكثر أماناً أن يعيشوا ويربوا أجيالهم وأولادهم في هذه الدول. السبب الثالث أيضاً المعيشة، ربما كثير من الناس يحتاجون إلى أن تكون معيشتهم غير ما معيشتهم في العراق، لذلك تركوا كل شيء وهاجروا إلى البلدان الأوروبية وأمريكا وأستراليا بالخصوص. أسأل بعض المسيحيين من بغداد جوابهم حول هذا السؤال، كردستان نظرتكم شنو؟ قال كردستان ملجأنا، ملجأ الأمان، يعني بالذات عنكاوة وبعض مناطق أخرى بكردستان، يعني المسيحيين آمنين. كانوا المسيحيين مثل بقية المكونات الأخرى أمناء في كل البلد، والبلد اليوم جريح، ولكن الآن أو في هذه الأيام أو في هذه السنوات إقليم كردستان هو الملجأ الأمين لكثير من العوائل، ليس فقط المسيحيين ولكن الإسلام والعرب والأكراد وأمور أخرى كثيرة. وبغداد لا زالت منقسمة ربما على ذاتها
منقسمة نفوس الناس على بعضهم البعض، وخاصة نحن اليوم في هذا يوم التسامح. لا يجب أن نتعلم أن يوم التسامح نعطي مجال للآخر أن يعيش، وليس فقط أنا أعيش، أعطي مجال للآخر أن يعيش، أن يعبر عن حريته، حرية دينية، حرية الإيمانية، حرية العمل، حرية الأمان. هذا ما نحتاج إليه. پێش 2003 لەما بینی دەگاتە 2 ملیۆن کەس مەسیحی هەبوو لە ناو عێراقەوەدا. بەڵام ئێستا وەقتی حاضری ببینین لە ناگاتە نەمابینی 250 تا 300 هزار کەسی مەسیحی پورتوبڵاو بوونەوە، ئەوانەی کۆچیان کرد. بەتاکید ئەوانش دەگەڕێتن سەر هۆیەکانی چەند هۆیەکی تاسیری کرد. ئەگەر بینە سەر مێژووی عێراقەوە ئەو شتە نەبوو لە ماوەیەکی حکمی مەلەکی یا ماوەیەکی عەبدولکەریم قاسم لەو ماوەیەدا بەتاکید ڕێزی تایبەتی هەبوو لە بۆ پێکهاتەکانی هەمووی و بەتاکید لە بۆ مەسیحیەکان ئەو فکرەی نەبوو. بەڵام ئەگەر بێنە ماوەی سەر حکمی بەعث تەسیرێکی گەورەی کرد لەسەر گشت پێکهاتەکانی ئەوانەی لە عێراق بوون و بە تایبەتی مەسیحیەکان لەبەر ئەوەی ئەو نەزرەی شۆفینی ئەو شەڕانە با بڵێن ئەوەی پیا بووە لە مابینی عێراق و ئیران لە 1970 بە درێژایی تا ساڵی 1980 و پاشیوی مەسەلەی کوێردا گیرکردنی کوێت هۆیەک بوو بۆ کۆچکردنی مەسیحیەکان هەبوو. بەڵام ئەگەر بێن لەم نزیکانەوەدا پاش ڕوخاندنی ڕژێمی بەعث لە 2003 تا ئێستا مەدبوونی فکری ئیسلامی لە ناو عێراقەوەدا. طبعا ئەوەی باسی دەکەمەوە چەند هۆیەکە ئەوانەی تەسیریان کرد لەسەر مەبەستت لە فکری ئیسلامی حرەکاتی تونتڕون حرەکاتی متطرفن هەبوو ئەوانەی پیا بۆ لە ناو عێراقی، چونکە ئەمە هەمومان بە خۆمان دەزانین عەقلیەتی سیاسیەکان تەسیرێکی گرنگی هەبوو لۆ پێکەوە ژیانی لە ناو عێراقەوەدا. ئەوە تاسیرێکی گەورەی کرد لەسەر مەسیحیەکان. جگەلەوە بوونی چەک بەدەستی فەسائلی، بوونی مەرحەلەی تائیفی لە ماوەی 2006 و 7 تا 2011 تاسیرێکی گەورەی کرد بۆ یعنی ئەو خوشکبرانەی مەسیحی کوچیان کردووە لە بەغدا و لە ناوچەکانی تری عێراق نەماون، گەیشتنی ئەو قەنعەتە کە شتێک نییە بە ناوی پێکەوە ژیان لە بەغدا و لە ناوچەکەدا. ئەوە لایەک بوو، لایەکی گرنگی بوو کە هەست نەکەی بە ئەمان و ئەمانەت لە ناو دەوڵەتی خۆت لە ناو جێگای خۆت. ئەوە بەتاکید تاسیرێکی گەورەی هەیە. زیاتر لە 2 ملیۆن مەسیحی لە عێراقدا هەبوون، ئێستا 250 هزار ماینەوە. ئەمە پەیامێکی وازەحە کە پێکەوە ژیانێکی دروست و ڕاستەقینە لە بەغدا و لە عێراق بەگشتیدا نییە لە وەکو بڵێن ژێر دەسەڵاتی مرکزیدا. بەڵام پرسیار لێرە ئەوە ئایا مەسیحیەکان کوچ ئەکەن بەرەو چی ئەچن؟ يعني ئەگەر بێنە بە مەرحەلەیەکی وەربگرین لە 2003 تا ئێستا ئەوەی باسم کرد، ئەمە گەیشتینە مەرحەلەی با بڵێن کوشتنی پیاوە ئاینیەکانی مەسیحیەکان ئەوانەی لە مۆسڵ ڕوویدا، مەتران فەرج ڕەحۆ، قاشە ڕەغید، پاشیوی ئەحداسی وەکو جەنابەت فەرمووی مەسەلەی سەیدەت النەجات 44-45 کەس شەهید بوونە لە ناو ئەو لە پیاوە ئاینەکانیشی تێدا بوو. پاشیوی مەسەلەی ڕوویدا مەسەلەی داعش لە مۆسڵ دەشتی نینەوە بەتاڵ بوو لە مەسیحیەکان. بەرەو چی چون مامۆستا؟ ئەمن ئەو معلوماتە ئەو زانیاریانم هەیە لەو کاتەدا لە مابینی تقریبا 139 تا 140 هزار کەس تەنها مەسیحی ئەوانەی کە وەختی داعش داخل بووە لە ناو دەشتی نینەوە هاتنە هەرێمی کوردستان زیاتر. بۆچی مامۆستا بۆچی لە ناو عێراقدا هەرێمی کوردستان هەڵ ئەبژێرن بین لێرە ژیان بگوزارن؟ هەرێمی کوردستان ئەو جێگایە یعنی کە ئەمینە لۆیان عەقلیەتی سیاسی حکمەی سیاسی ئیقادەی کورد ئەوانەی بەڕێوە دەبن ئێستا
رێزگرتنی لە لەو کەسانەیە کەواتە پێکەوە ژیان گرنگە ئەو شتە واتە ئەو خوشک و برانەی مەسیحی ئێستا لە هەرمی کوردستان ئەژین چی بە ئێوە ئەڵێن ژیانمان لە هەرمی کوردستان چوونە؟ بەتاکید یعنی ژیانیان ئێستا ئەوەی دەبینم لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ زۆر خەڵکی یعنی ئەوەم کردیە بە کەسایەتی خۆیان دەژن چونکە هەست دەکەن کە مواطنن لێرە نەک ئەوەنە تەماشاس و هەم هزروبیریان دێتە پاراستن لە هەرمی کوردستان بەتاکید پاراستنی ژیانیشی خۆیان لێرەیە بزانە مەسەلەی پێکەوە ژیانی لە هەرێمی کوردستان شتێک ڕوویدا پێش ئەحدافی داعش و ئەوانە پێکەوە ژیانی کە تۆرێکی ڕوویدا نەکن تەنها لۆ عێراقی هەمووی چونکە دەرگای کوردستان لە 2003 کرایە بۆ گشت پێکهاتەکانی چ مەسیحی بی چی یەزیدی بی چی کاکەی بی چی سابی ئەبیتن ئەوانەی هاتنی ئێرەوە دلیل یعنی ئەوە نیشانت دەدەمەوە جێگایك لە جێگایەکان با بڵێن عنکاوە لە هەولێر برنامه پیکوژیان دا مدویا ام و براوردی بکن نافبر هرم کردستان و نافبر بغداد تایبت السر روشا براین مسیحی بوم خویا بوکو پیکوژیان ویره کم کرتیت گلک زور پیو دیارن چونکو پیکوژیان سیما که شارستانیته اگر ولات که شارستانی نبو پیکوژیان جی نایت تبونه دا چونکو پیکوژیان ایکش وان بابتن رها اگر هبو ده ات خدمتا جینو جیارا همی هفولاتیان دا بیتن و ده آشتی هتت هبونه دا دما آشتی هتت هبونه دا ده پیشکفتن خازی ده هتت هبونه دا ویرم ده دوماهی اب حلقینینو ده هوا هیلین جیر چاف دیر یا خدای مزن و دلوان بمینم خیروشات حتی حلقه قدی بگین فیک خدای مزن مهمیان بپارزیتو پیک و جیان هر بردام بیتن الهرم کردستان و توایا جهانه